صباح الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. واش ديروا؟ واش حوالكم؟ اليوم جبت لكم فيديو خفيف ظريف كما راكم تشوفوا حبيباتي. وصفه سهله وبسيطه تقدر اي وحده تشوفها دركا تنوض ديرها اذا كان عندها الشيفلور هذا. شوفوا البنات، اليوم جبت لكم طريقه، على بالي كاين طرق بزاف اللي يديروا به البروكلو، حنا نقولوا البروكلو في المنطقه تاعنا، وعلى بالي بلي كاين افكار دخلت دركا جديده. مي نقول لكم هذه الوصفه صدقيني رايحه تعجبك بزاف انت وافراد العائله. جربيها حبيبتي، راهي ما تحتاجش مكونات بزاف خلاص، وشوفي النتيجه راح تجي تشهي تشهي. هذه حاجه سهله وبسيطه. نبداو على بركه الله. البروكلو تاعنا راني درتو يغلي في الماء وشويه خل وشويه ملح، ونجيو هنا لاصوص بيشاميل. كنت درت مغرف كبيره تاع المارغرين ومغرف ونص تاع الفارينه كما راكم تشوفوا حبيباتي، ونديرها هكا فوق النار، نحرك الساعه حتى نذوب لي هذيك المارغرين، ومن بعد ترجع بالقوام هذا، ونبدا نزيد لها 2 كيسان تاع الحليب بالتدريج. والقوام درك تشوفيه حبيبتي، شوفي انا درت الخطره الاولى الحليب، شوفي كيفاش شربات والفارينه هذه كامل كي شغل ما درتش خلاص الحليب، ونزيدو بشويه. شوفي درك نزيد نحرك تزيد تشربوا، ونزيدو شويه الفارينه عفوا الحليب كما قلت لك. والحليب هنا راني درت تقريبا 2 كيسان. وانتي اذا كانت تحبي لاصوص بيشاميل تاعك تجي مايها زيدي الحليب، واذا تشتيها ثاني ثقيله بزاف نقصي الحليب، يعني نقصوا السوائل من هذا الكريمه تاعنا. شوفي هنا راهي جاتني ثقيله، راح نزيد لها شويه حليب، وقلت لكم راني استعملت 2 كيسان قد اها. درك نزيد نحرك نشوف باللي الفارينه هذيك عادت ما تتشربليش الحليب، ونخليها تغلي شويه، ويندمجوا المكونات هذو كل مع بعضهم فوق النار، ونطفي النار ونخليها، ونجيب دركا لي زيبيس. درك نشوفوا مع بعضنا. شوفي، ونقولك حبيبتي اللي دخلت القناه تاعي اول مره، نقولك ديري ابوني باش يوصلك كل جديد، وباذن الله راح ندير لكم وصفات بسيطه تقليديه تقدر اي وحده مبتدئه تخدمها. شوفي حبيبتي دركا لاصوص بيشاميل تاعنا راني خليتها حوالي 2 دقائق هكاك بعد ما زدت الكميه الثالثه تاع الحليب. شوفي عادت ما تتشرب ليش خلاص هذاك الحليب، وقعدت سائله هكا، والقوام تاعها جاء املس، جات لاصوص بيشاميل تهبل. كاين اللي يحبوا يديروا لي زيبيس على الاول، انا لا نخليها حتى نطفي عليها النار كيما راكي تشوفي حبيبتي، ونزيد الملح وشويه كزبر وشويه كمون هكا. الكمون راني درت كميه قليله فقط باش ما تجينيش مره. شافي، ونحرك هذه المكونات كامل مع بعضها. ثاني اذا كانت تحبي فلفل الكحل ديري، انا ما كانش عندي متوفر ما درتوش. ونحرك ونجيب البلاطو تاعي ولا البلا اللي راح ندير فيه. نبدا الساعه نحط شويه الكريمه هذه تاع لاصوص بيشاميل كما راكم تشوفوا، ما تكثريش بزاف، شويه برك وراح تجيك بنينه هايله على الكيف. ونحط البروكلو تاعي كما قلت لكم بعد ما كنت غليته وطيبته حوالي 80%، ما خليتوش طاب طول ما تخليش حتى يتفتت لك هكا. وراني نحط فيه هكا نعدلو نديرو طبقه. وكما قلت لكم حبيباتي كانوا بزاف وصفات تاع البروكلو، وراح نحاول كل مره ندير لكم وصفه، وصدقوني كامل يجيو بنان على الكيف. هنا ثاني اذا كان عندك اختيار، اذا كانت تحبي تزيدي تقلي البطاطا وتزيدي ديريها هنايا ديريها. انا اليوم فضلت نديرها ندير بروكلو وحده، ومن بعد نقلي البطاطا وحدها وندير شويه شكشوكه. درك نشوفوا مع بعضنا النتيجه النهائيه. ونزيدوا شوفي بعد ما حطيت البروكلو تاعي في البلاطو كما راكي تشوفي حبيبتي، نزيد نفرغ عليها لاصوص بيشاميل هذه. شوفي نحرك شويه باش تدخل لاصوص هذيك مليح، ونربي عليها شويه فرماج. وثاني اذا كانت تحبي ديري فرماج طري ديري، ما كان حتى مشكل. ودرت شويه دبشه كيما راكي تشوفي حبيبتي بعد ما طاب. شوفي جات النتيجه، تقدري حتى ما تزيدي له حتى اضافه هكا برك ويجي بنين على الكيف. زيدي له شويه سلطه ويجي غدا ولا عشاء هاي ورحمتك يا ربي. شافي
هنا بعد ما طاب شوفي القوام يبقى هكاك كريمي وتجي البنه خياليه. وبعد انا هنا فضلت نديرها على شويه شكشوكه كيما راكي تشوفي، ولا لاصوص طوماط كيما تحبي. اذا تشتيها حاره زيدي شويه فلفل قريه مع الطماطم هذاك وتجيك بنه خياليه. وديري لها ثاني عندك لا تنساي ديري لاصوص طوماط هكاك ولا شكشوكه بلا الملح، وديري لها ثاني شويه توابل نفس التوابل اللي درتيهم في لاصوص بيشاميل ديريها هنا في لاصوص طوماط. وهذا هو الطبق تاعنا بعد ما كملنا طيبناه وزيناه، والنتيجة كما قلت لكم راهي واضحة في الفيديو. اللي لحقت الفيديو تاعي لهذا اللحظة نقول لك شكرا حبيبتي على المشاهدة، ما تنسايش ديري ابوني ولايك، وما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.